فلوس داخل نادي الزمالك من الهواء، وأزمة حسام حسن في المنتخب، والأزمة اللي حصلت مع كل اللعيبة، والمشكلة اللي سببها النادي الأهلي لنادي بيراميدز بسبب الصفقة القوية، وكل التفاصيل هنتكلم فيها في الحلقة دي مع بعض تفصيلة تفصيلة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وكمل معايا الفيديو الآخر. نبدأ الفيديو ببدايتنا مع الفلوس اللي داخل نادي الزمالك. ونادي الزمالك داخله حوالي $1,000,000. $1,000,000 هيدخل للزمالك دول بناء على ايه؟ بناء على مشاركة لاعيبته كأس العالم للمنتخبات مع منتخب مصر. ونادي الزمالك رايح منه 3 لعيبة للمنتخب، وهم فتوح، المهدي سليمان، وحسام عبد المجيد. ونظير كل تواجد ال3 لعيبة دول الفيفا تدفع فلوس تعويضا للأندية على وجود لعيبتها مع منتخباتها كلها، يعني مش لعيبة الزمالك بس اللي تاخد فلوس، والأهلي كمان داخلوا حوالي $4,000,000 كاملين علشان 90% من المنتخب من النادي الأهلي باختيارات فنية أو غير فنية من الكابتن حسام حسن. لعيبة الأهلي كلها رايحة المنتخب، فالأهلي داخله حوالي $4,000,000 للنادي الأهلي من الفيفا بسبب مشاركة لاعيبته مع المنتخب. واللاعيبة هتاخد فلوس من الفيفا تعويضا على وجودها مع منتخباتها يوم بيوم، يعني في حال ان المنتخب اتأهل او طلع من دور المجموعات او قعد ايام اكبر لاي سبب من الاسباب، كل لعيب بيضاف له فلوس بناء عن اليوم اللي موجوده مع منتخب وطنه. وكمان مشكلة أرض وملف أرض أكتوبر، والمساحة أرض أكتوبر للزمالك اللي كانت حوالي 170 فدان، كانت مساحة كبيرة جدا. لكن مشكلة أرض أكتوبر والتفاصيل اللي حصلت فيها كلها إن كان في تباطؤ من عضو من الإدارة بتاعت نادي الزمالك، أحد أعضاء الزمالك هشام نصر، كان في تباطؤ منه، تكاسل منه، وهو السبب الرئيسي في ضياع أرض أكتوبر على نادي الزمالك. وكمان أرض أكتوبر هتتحل قريب، لكن هتتحل بناء على الانتخابات اللي جاية، لأن هشام نصر عايز ينزل في انتخابات الزمالك اللي جاية، ونزوله ده ليه سبب وليه مغزى، هيرجع أرض أكتوبر وهيفرح الجمهور لما ينزل في انتخابات الزمالك اللي جاية. يعني هشام نصر سايب قصة أرض أكتوبر ومش راضي يتكلم عنها نهائيا علشان عايز ينزل في الانتخابات، فتكون بند كبير ليه مع نادي الزمالك الجمهور، والبند ده هيفرح الجمهور وهيكسب قلب الجمهور بسهولة، لأن هشام نصر عارف ان جمهور الزمالك عايز ارض اكتوبر باي طريقه، لان ارض اكتوبر كانت بتضخ وبتضيف اموال هائله وكويسه جدا لنادي الزمالك، فالجمهور هيفرح قوي بعوده ارض اكتوبر للزمالك. وهشام نصر سايب الحته دي خطه كامله وممنهجه علشان يفرح بها الجمهور، وكله يدعم هشام نصر في انتخاباته، لانه هو عايز يبقى رئيس او نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات القادمه. كمان فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز، اللعيب المهاجم الموجود حاليا في نادي بيراميدز بيتماطل، وكمان مش عاجبه عقده مع بيراميدز، وبيعمل كام حكايه كده علشان الاهلي مهتم بيه، رغم ان بيراميدز عرض على اللاعب تمديد عقده وعرض على اللاعب مبلغ اكبر، لكن اللاعب شايف ان هو يستحق اكبر من كده، واللاعب عايز مبلغ ضخم جدا من نادي بيراميدز، وعايز يساوي بالفئات الاولى في بيراميدز، وكمان عايز يعدي الفئات الاولى في نادي بيراميدز، فاللاعب شايف انه يستحق اكتر، وكمان بيماطل مع نادي بيراميدز، واللاعب رافض تجديد عقده البيراميدز بشروط بيراميدز، وعايز يجدد عقده مع بيراميدز بشروطه هو. يعني فيستون مايلي بيقول لك جدد لي، ما عنديش مشكله، انا هجدد، ما فيش اي مشكله، لكن بشروطي انا. لك ان تتخيل ان فيستون مايلي بقى عنده شروط دلوقتي، لان الكل دعمه في الفتره اللي فاتت، والكل شاف ان فيستون مايلي يستحق
اكتر، والكل شاف ان فيستون مايلي لعيب قوي وفرق جدا مع النادي بيراميدز، فاللاعب استغل ده استغلال بين جدا على بيراميدز ورافض تجديده مع نادي بيراميدز. عايز فلوس اكتر بزياده جدا جدا، عايز عقد بمده اطول واطول كمان فتره علشان يستفاد من الماده من نادي بيراميدز مش اكتر. يعني اللاعب مش بيخدم كده بيراميدز، اللاعب بيدور على تامين مستقبله، واللاعب اصلا في الاصل جاي له عروض من الخليج اقل من اللي مقدمه بيراميدز كتير جدا، واللاعب عامل ده كله بسبب ان الاهلي كان مهتم بيه. لكن اصلا النادي الاهلي في الوقت الحالي ابدى عدم اهتمامه باللاعب، فاللاعب هيخسر من كل الاتجاهات، واللاعب هيخسر عقده مع بيراميدز ومش هيروح الاهلي، وربما يروح الخليج بعقد اقل وبمده اقل، وبعد كده ما نسمعش اصلا على فيستون مايلي اللي هو حاليا افضل مهاجم حاسبينه احنا في مصر او داخل قاره افريقيا. وفيستون مايلي ممكن في الوقت اللي جاي ما نشوفش اسمه من تاني على منصات تتويج نادي بيراميدز. اللاعب اللي خد مع بيراميدز من دوري ابطال افريقيا، اللاعب اللي خد مع بيراميدز كاس السوبر الافريقي، خد مع بيراميدز كاس مصر، اللاعب اللي وصل بيراميدز لحد الثاني وكان مؤثر جدا في وصول نادي بيراميدز ونهائه الدوري 25-26 في المركز الثاني خلف نادي الزمالك بطل الدوري. لكن اللاعب في الوقت الحالي بيماطل جدا. كمان هنتكلم على معتمد جمال، الشخصية الخلوقة المحترمة جدا جدا جدا، مهما تتكلم عنه وعن أخلاقه وعن احترام وتقدير الكابتن معتمد جمال المدير الفني الحالي للزمالك مش هنقدر نوفي. كابتن معتمد جمال مدير فني مؤثر جدا جدا، لكن الإدارة مش مدياه الصلاحيات الكاملة. طيب أنت كإدارة مش مديه الصلاحيات الكاملة وعايز من المدير الفني يعمل لك من الفسيخ شربات، كمان أنت جبت مدرب في وقت انت مش لاقي فيه اي حاجه ومش عارف تعمل اي حاجه ومش معاك فلوس ومش بتديله فلوس ومش تدي مستحقات للعيبه ومش دافع كل حاجه وعندك ايقافات قيد وما عندكش صفقات وما عندكش تدعيمات وما عندكش اي حاجه بموفرها للمدرب علشان ينجح. ورغم كده معتمد جمال نجح مع الزمالك، وصل معاك لنهائي الكونفدراليه الافريقيه، فعلا خسر لكن وصل معاك لنهائي الكونفدراليه الافريقيه ودي تحسب له. وصل معاك ان هو خد الدوري المصري، ويشوف الزمالك في امس الحاجه لكل حاجه، والزمالك ما عندوش اي حاجه تاهله انه ياخد الدوري المصري الا الكابتن معتمد جمال وصل معاك وخد الدوري المصري. كمان الكابتن معتمد جمال ما بداش الموسم معاك من اوله علشان تحاسبه، لكن وصل معاك نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، وصل معاك ان هو خد الدوري المصري، وصل معاك ان هو عمل من الفسيخ شربات بما تعنيه الكلمه من معاني. يعني انت مالكش اي حق على الكلام على الكابتن معتمد جمال، زائد ان الاداره في الوقت الحالي كمان بتدور على تغييره. طيب انت هتغير وهتجيب مين لما انت مش عارف تديه المدرب المصري بالعمله المصريه، مش معاك فلوس تديه مرتبه كل شهر، ومش بتدي اللعيبه عشان تلعب عشان تأدي، واللعيبه عليك ليها عندها مستحقات والمدرب له مستحقات وكل حاجه لها مستحقات في النادي. وصلت ان كمان المدير الرياضي جون ادوارد بيدفع اللعيبه من جيبه الخاص. يعني انت مالكش اي حق ولا اي كلام مع الكابتن معتمد جمال، لانه الكابتن معتمد جمال عامل من الفسيخ شربات ومؤدي وعامل اجواء ما حصلتش في نادي الزمالك ولا هتحصل ولا هتشوفها مع مدرب تاني. منشور عصام الحضري ضد زيزو واتهامه بالجعان، ومنشور اللي كان بيقول فيه انا الكابتن عصام الحضري يا جعان، واللي كان بيتهم فيه زيزو بطريقه غير مباشره. الا ان المنشور اللي عصام الحضري كان يفتكر ان جمهور الاهلي هيصور على احمد السيد زيزو، ما حصلش اي حاجه من ده كله. وجمهور الاهلي كمان جه بالعكس على عصام الحضري وغضب وانتقد وهاجم عصام الحضري، وكمان الجمهور حفظ مكانة زيزو، وكمان الجمهور دعم احمد السيد زيزو في الفترة الأخيرة بسبب المنشور ده. يعني منشور عصام الحضري جه بالإفادة لزيزو ما جاش بالعكس. يعني اللي كسبان من المنشور ده هو الكابتن احمد السيد زيزو، خسارة مكانة عصام الحضري بزيادة عند جمهور النادي الأهلي. يعني زيزو كل الخير جاي لك، زيزو كل حاجة اتعملت في المنشور ده كانت لصالحه
وليس ضده، واللي كل اللي بيتعمل ضده قال صالحه، وجمهور النادي الاهلي دعم زيزو. الزمالك يقترب من حل مشكلة إيقاف القيد بشكل رسمي، والزمالك مستني الإعلان عن الصفقات، لكن بعد ما يحل مشكلة إيقاف القيد رسميا علشان يعلن عن الصفقات بشكل رسمي. والزمالك ماشي في موضوع حل مشكلة إيقاف القيد في الوقت الحالي بشكل رسمي وبشكل منظم ومخطط وبشكل سريع جدا جدا، بعد ما الكاف اداله مهلة شهر تاني بدل 31/5، وصل الكاف اداله مهلة لحد 30/6. فالزمالك ماشي في طريقه بشكل حلو جدا جدا. في الوقت الحالي نادي الزمالك بيدور على حل مشكلة إيقاف القيد علشان الرخصة الأفريقية. كمان نادي الزمالك في أسماء مطروحة وأسماء هيعلن عنها بشكل رسمي، والأسماء دي هي أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي السابق، كمان معانا مودي ناصر وعلي حمدي. الزمالك شايف إن الثلاث لعيبة دول هيكونوا إضافة قوية وتعزيز قوي جدا لقائمة نادي الزمالك الفريق الأول لكرة القدم، ولكن الزمالك مستني بس فك القيد بشكل رسمي عشان يقدر يعلن على الصفقات دي بشكل رسمي، وعشان يقدر يشارك في دوري أبطال أفريقيا بالرخصة الأفريقية. كمان هيثم حسن الموهبة المصرية الشابة اللي موجودة في الدوري الأسباني على أبواب النادي الأهلي. هيثم حسن اللاعب اللي بنشوفه يقدر يلعب جناح، واللاعب اللي بنشوفه بمستوى قوي جدا مع منتخب مصر على رادار النادي الاهلي، واللاعب عنده قبول مبدئي لعرض النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي بيستغل ان اللاعب موجود مع المنتخب حاليا، و90% من لعيبه المنتخب هم لعيبه النادي الاهلي، فهيستغلوا الفتره دي مع اللاعب. وكمان الاهلي مجهز عرض اللاعب. وكمان في نقطه مهمه جدا جدا، وهي ان اللاعب باقي في عقده مع ناديه الاسباني موسم واحد. يعني الاهلي بيجهز العرض وبيجهز العقود للاعب، انه في حال ما عرفش يتمم الصفقه مع النادي الاسباني هينتظر انتهاء الموسم اللي باقي للاعب مع ناديه الاسباني، واللاعب هيبقى فري. فلو اللاعب ابدى بدايه رغبه فاللاعب اهلاوي الموسم ده، ولو ما كانش الموسم ده هيبقى الموسم القادم. يعني اللاعب هيثم حسن اهلاوي. وكمان الزمالك في فكر جديد يحسب له. الزمالك بيخلص مع لعيبته الشابه، لعيبه الزمالك الشابه اللي الفتره اللي فاتت كلها والسنوات اللي فاتت كلها كنا بنشوفها بيجي لها اغراءات مجرد ما الزمالك يطلعها الفريق الاول او من غير ما يطلعها الفريق الاول، وكان بيجي لها عروض باغراءات ماليه كبيره جدا، والزمالك ما كانش بيستفاد من اللعيبه دي لان كانت اغلب اللعيبه بتطلع فري من النادي. لان الزمالك حاليا بخطه تحسب للاداره الحاليه، وهي ان الزمالك بيمدد تعاقد اللعيبه دي، واللعيبه اللي ملهاش عقود من مواهبه الشابه الناشئه بيعمل لها بعقود ممتده من 3 ل4 ل5 سنين كاملين، علشان الزمالك لو اللعيب جاله اي عرض الزمالك هو يبقى المستفيد الاول والاخير من اللعيبه دي، عشان هيبقى في يده انه يمشي اللعيبه دي وفي يده ما يمشيش اللعيبه دي. فالزمالك في خطه تحسب للاداره بيمد عقود اللعيبه دي وبيعمل عقود بمده اكبر واكبر للعيبه دي مع نادي الزمالك. لو وصلت لنهايه الفيديو ما تنساش دعمك باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتنزل في الفتره الجايه والاخبار الحصريه من الدوري المصري.